ناس كتير جدا بتدخل كلية علوم ومش بتبقى عارفة الكلية بتبقى عاملة ازاي أو السيستم بتاع الكلية. بتفضل تايهة جدا حتى لما بتخلص سنة أولى وخلاص هو داخل سنة تانية، المفروض في السنة اللي هو بيتخصص فيها بيبقى برضه تايه، وأنا كل تخصص هيخليني أشتغل ايه. فكرة كلية علوم اللي هي منتشرة في المجتمع اللي انت هتطلع منها تبقى مدرس، لا طبعا كلية علوم مش بس اللي هي بتطلعك مدرس. كل دوت هنبدأ احنا نتعرف عليه، بس هنبدأ من أول خالص. يعني ايه أصلا كلية علوم؟ كلية علوم هي من أقدم وأهم الكليات في مصر. أول كلية لما اتعملت في مصر كانت كلية علوم. فكلية علوم مش بس مهمة جدا في مصر، لأ هي مهمة جدا في العالم كله. أي دولة أول كلية بالنسبة لها، أو لو احنا أخدناها ككلية قمة وككلية قاع، لأ، في كل دول العالم هي أعلى كلية وأهم كلية هي كلية علوم. لأن كلية علوم مسؤولة عن مجالات كتير جدا، سواء في الفيزيكس أو في الكيمستري أو في البيولوجي أو حتى في الماثماتكس أو في الكمبيوتر ساينس. فأنت بتتكلم على أصل علم، تمام؟ لأ، بتدخل من ناحية كلية علوم، هي كلية علوم المسؤولة على دوت. كل الكليات بقى اللي بتيجي بعد كده بتبقى مشتقة من كلية علوم. مثلا كلية الطب وكلية الصيدلة، الكليات بتبقى ليها علاقة بالميديكال وبالبيولوجي. فانت العلم المسؤول فيها هو علم البيولوجي، تمام؟ فهتلاقي علم البيولوجي اصلا عشان تدرسه بالتفصيل، تمام، لا انت بتدرسه من كلية علوم. علشان كده بتلاحظ ان اللي بيبقى متابع جايزة نوبل، اللي بياخد جايزة نوبل اصلا بيبقى اكترهم خريجين كلية علوم. يعني اخر واحد اخد جائزة نوبل في المجال الطبي في الميديكال كان اصلا عالم بيولوجي. اللي اخدها في الفيزيكس ما كانش خريج كلية هندسة، لا ده خريج فيزيكس في كلية علوم. واللي اخدها في الكيمستري برضو اخدها من كلية علوم. فحرفيا اخر جائزة نوبل اتقدمت كل العلماء من كل المجالات كانوا خريجين كلية علوم. حتى في المجال الطبي والمجال الهندسي كلهم كانوا خريجين كلية علوم. كلية علوم فيها أقسام كتيرة جدا، بتختلف طبعا من جامعة لجامعة، بس انت الأقسام المتفق عليها ولازم تكون موجودة في كل دول العالم. طبعا أول حاجة عندك قسم علوم طبيعية اللي هو nature science، أو بمعنى أصح بيبقى بره بيتسمى بالماثماتيكال ساينس، اللي هو قسم الكيمستري والفيزيكس والماثماتكس والكمبيوتر ساينس. كل قسم من دول ليه أقسام فرعية، وكل قسم بيبقى ليه فرص عمل مختلفة، وبيبقى ليه شغل مختلف، ليه دراسة مختلفة، ليه طريقة مذاكرة مختلفة. كل ده هنعرفه بعدين. بس انت كأول حاجة كعلوم طبيعية انت عندك الكيمستري، عندك الفيزيكس، عندك الماثماتكس، عندك كمبيوتر ساينس. لو في حد تاني بيتفرج علينا كشعبة علوم بيولوجي، فانت عندك طبعا البيولوجي، عندك النبات، عندك الحيوان، عندك الميكروبيولوجي. الميكروبيولوجي ده بيعتبر أهم قسم موجود في علوم بيولوجي، بس أنا بيبقى تركيزي كله على النيتشر ساينس. بس لو في حد بيتفرج كلسه كتمهيد لكلية علوم، فأنت عندك الأقسام بتاعتك الأساسية في البيولوجي. طبعا الأساسي بتاعك طبعا اللي هو بيكون البيولوجي، بعد كده عندك البوتاني، الزولوجي، الميكروبيولوجي. السؤال بقى الأهم واللي احنا دلوقتي موجودين علشانه، انا دلوقتي دخلت كلية علوم، بعد ما هتخرج من كلية علوم هشتغل ايه؟ لا، فرص الشغل بتاعتك كتيرة جدا. اول حاجة ممكن تبقى معيد او ممكن تبقى باحث، وديت بتتحدد لو انت هتكمل دراسات عليا، تمام؟ فانت هتكمل دراسات عليا عندك فرصة تبقى معيد، بعد كده تبقى استاذ مساعد، بعد كده تبقى طبعا دكتور، تمام؟ او باحث في البحوث الاحصائية، تمام؟ ودي بتبقى فرصة عمل محترمة جدا، والسالري بتاعها والبادجت بتاعها بيبقى عالي جدا. وفكرة الباحث ديت أو فكرة الريسيرش بتبقى مطلوبة ياما جدا في الدول الأوروبية وفي دول الخليج، خاصة في السعودية والإمارات بيبقوا فعلا بيبقوا عايزين ناس باحثين. وأنا بيقع في إيدي فرص شغل وبشوف إعلانات لفرص شغل لوظيفة باحث بتبقى موجودة في دول الخليج وبالذات السعودية.
والامارات طبعا، عشان الامارات بتبقى عاملة معامل ابحاث في الفيزيكس وفي الكيمستري، فهم خلاص انت بتتكلم على معمل، فانت لازم الاكتر بيبقى فيها الباحث. بعد كده تاني فرصة شغل عندك معامل الكيمياء والجودة، تمام. والجودة ديت بقت دلوقتي فرصة شغل محترمة جدا ومنتشرة جدا، وبالذات في مصانع الأدوية، في المصانع بتاعة الأغذية. فانت أي حاجة فيها تصنيع ماشي، فيها مادة خام، المادة الخام ديت أنا هطلعها لمنتج، لازم يكون عندي ال- الجودة، تمام. الجودة بتبقى مرتبطة أكتر مع قسم الكيمياء، مرتبطة أكتر مع قسم البيولوجي، وبيتقال عليها أو بيبقى المسمى الوظيفي بتاعك مهندس جودة، تمام. في بعد كده عندك شركات البترول طبعا، سواء انت كنت فيزيكس، سواء انت كنت كيمستري، سواء انت كنت كمبيوتر ساينس. شركات البترول، شركات الكهرباء، تمام. شركات انا ممكن اشتغل في شركه كهرباء لو انا خريج كليه علوم مش خريج كليه هندسه، طبعا. لان انت اصلا كخريج كليه علوم انت درست الفيزيكس، فانت درست الكتريستي، درست مغناطيسيه، تمام، درستها بالتفصيل. واصلا كليه هندسه قسم كهرباء مشتقه من الفرع بتاع الفيزيكس اللي هو فرع الالكتريستي اللي هو فرع الكهرباء. كل ده هناخده بالتفصيل في الفيديوهات الدنيا. بعد كده عندك طبعا بقى اللي هي الوظيفة اللي هي منتشرة في مصر، مدرس علوم، مدرس كيمستري، مدرس فيزيكس، مدرس ماثماتكس. ممكن لو انت خريج كمبيوتر ساينس تبقى شغال مدرس كمبيوتر. فديت فرص الشغل الأشهر لكلية علوم. طبعا في فرص شغل كتير جدا، ودي بتختلف على حسب كورساتك وعلى حسب اهتماماتك وعلى حسب انت عملت دراسات عليا في ايه، تمام. وفي ناس مثلا انا دخلت قسم فيزيكس، فانا انا في فرع عاجبني انا هعمل فيه فوكس. الفوكس ده بيكون من خلال الدراسات العليا او من خلال مشروع التخرج بتاعي، وكل دوت هنتكلم عليه بالتفصيل. ايه بقى النصايح ان انا اقدمها لك واحب فعلا ان انا اقدمها لك لو انت طالب في كليه علوم؟ اول حاجه لازم يكون عندك صبر، صبر بطريقه رهيبه. كليه علوم كليه مليانه، كليه مش سهله، انت بتدرس علم بحاله، تمام. دراسه العلم مش بتبقى سهله خالص، تمام. فلازم يكون انت عندك صبر وعندك حب اكتشاف، اللي انت بعد كل فترة انت هتكتشف حاجة، لان العلم عمال بيتجدد كل فترة. دول اوروبا عماله تضيف في قوانين وعماله تلعب في قوانين وبتعمل ابحاث. فانت لازم تكون انت عندك صبر وعندك حب اكتشاف ان انت تقدر تكون انت ملم بكل دوت. تاني حاجة اعتمد على نفسك في المذاكرة. استحالة كلية علوم هتقدر تقدم لك العلم بشكل كامل. العلم كبير والعلم مليان، وعندك مصادر وعندك كتب وعندك مراجع كتير جدا. استحالة الدكتور يقدر في الكلية في فترة الترم الواحد بتروح من شهرين ونص ل3 شهور هيقدر ان هو يديك العلم كله. هو بيديك الاساسيات، اي كلية هتديك اساسيات، انت بقى دورك فين؟ لازم انت تعتمد على نفسك من خلال الكورسات، من خلال القراية، من خلال ان انت تسمع بودكاست، تشوف فيديوهات، تكتشف اكتر، تتابع الصفحات والمواقع السوشيال ميديا اللي هي مهتمة بالمجال بتاعك. تبقى مرن. يعني ايه مرن؟ مرن ان انت تبقى سهل مع الكلية. ماشي، ما يهمكش ان انت عندك كورسات ياما، ما يهمكش ان انت عندك امتحانات، لا، الكلية محتاجة شوية اجتهاد. ده المختصر المفيد لكلية علوم. الفرص الشغل بتاعها اقسامها، وزي ما قلت لك ان كل قسم بيبقى ليه كلام لوحده ياما جدا. كل دوت هنعرفه بالتفصيل في الفيديوهات الجاية.